علق الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز على الجدل الدائر حول قرار إلغاء ركلة الترجيح التي سددها جوليان ألفاريس لاعب أتلتيكو مدريد أمام الريال أمس الأربعاء. وشهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بتأهل الفريق الملكي بركلات الترجيح 4-2 جدلا تحكيميا واسعا، خاصة بعد إلغاء ضربة الترجيح سجلها جوليان ألفاريس لصالح الروخو بلانكوس. وألغى الحكم بولندي سيمون الركلة بعد مراجعة تقنية الفار، حيث أكدت له أن ألفاريس لمس الكرة مرتين أثناء التنفيذ بعدما انزلقت قدمه اليسرى، وهو ما يخالف المادة 14 من قوانين كرة القدم. فقرار الحكم أثار غضب جماهير أتلتيكو مدريد، خاصة أن الإعادة التلفزيونية لم تكن واضحة تماما، مما زاد من الجدل حول صحة القرار. بدوره أبدى ماتيو لاهوز استغرابه من عدم مراجعة مارتشينياك للعبة على شاشة الفار بنفسه واعتماده كليا على قرار حكام الفيديو. وقال لاهوز في تصريحات لشبكة موفي ستار: أعتقد أنه عندما يتخذ قرار بهذه السرعة فلا بد أن يكون هناك دليل واضح للغاية. ما أفتقده دائما هو الشفافية، أن يسمح للحكم الرئيسي بمشاهدة اللقطة بنفسه واتخاذ قراره بناء عليها. وأضاف: لو كنت مكان الحكم لن أشعر بالراحة إذا قيل لي القرار عبر السماعة فقط، كنت سأرغب في رؤية اللقطة بنفسي، لأن هذه مسؤوليتي. التكنولوجيا رائعة، لكن يجب أن تستخدم بعيون الحكم وليس من خلال تفويض الآخرين.